المغرب في حفل تكريم اللاعبين. عند الحديث عن سليم أملاح، فنحن نتحدث من دون شك عن واحد من أبرز مفاجآت كأس العالم فيفا قطر 2022. فلاعب أندرليخت البلجيكي بصم على بطولة كبيرة في خط وسط أسود الأطلس، وقادهم لاحتلال المركز الرابع رفقة بقية نجوم المنتخب المغربي. ذلك المركز الرابع خوله هو وبقية زملائه الحصول على استقبال شعبي كبير في المغرب نهار يوم الثلاثاء. ففور وصولهم للعاصمة الرباط، أقلتهم حافلة مكشوفة في شوارع العاصمة المغربية أمام حضور كبير للشعب المغربي الذي استقبلهم أفضل استقبال. حافلة منتخب المغرب توجهت بعد ذلك إلى القصر الملكي من أجل الالتقاء بالملك، وهناك حصل ما لم يكن ينتظره أحد. سليم أملاح بدا على عكس جل اللاعبين المغاربة متأثرا جدا يصارع دموعه، حتى أن البعض تساءل عن سبب ذلك. ما الذي قد يجعل سليم متأثرا بتلك الطريقة؟ الإنجاز التاريخي لمنتخب بلاده، أم الاستقبال الحافل للجماهير، أم التقاؤه بعاهل البلاد؟ الحقيقة أن الأمر مرتبط بفاجعة كبيرة عاشها في طفولته. ففي الوقت الذي كان فيه جزء كبير من اللاعبين مرفوقين بأمهاتهم، كان سليم أملاح وحيدا، ما جلب له بعض الذكريات السيئة والتي طبعت طفولته كاملة. انظروا هنا لعينيه محمرتين وهو يلقي التحية على الملك محمد السادس، وخلف تلك اللحظة هناك فاجعة سنرويها لكم فيما يلي. فاجعة والدته. ولد سليم أملاح بمدينة أوتراج البلجيكية من أب مغربي وأم إيطالية، وبدأ ممارسة كرة القدم في عمر الرابعة فقط ضمن أكاديمية نادي مونس، بحكم أن والده كان مدربا للفرق السنية وأشرف شخصيا على تطوره حتى سن 11 قبل أن يخطفه عملاق الكرة البلجيكية نادي أندرليخت. بعد مباراة ودية جمعت بين الناديين، تمكن خلالها أملاح من تسجيل 5 أهداف كاملة. هذا المسار التصاعدي والمستقبل الباهر الذي كان أمام أعين سليم تلاشى في لحظة واحدة بعد أن عاش تجربة مريرة جدا تمثلت بوفاة والدته أمام أعينه نتيجة نزيف مفاجئ في الدماغ. سقطت والدته أرضا مفارقة للحياة، وسقطت معها كل آمال سليم وطموحاته، ليدخل في أزمة نفسية كبيرة أثرت على سلوكياته وجنحت به نحو العنف كثيرا، ما دفع بنادي أندرليخت لطرده بعد أقل من عام واحد. سليم لملم أشلاءه بعد ذلك وتحول للاعب محترف وواحد من نجوم منتخب المغرب. واليوم في جول نريد أن نقول لك شيئا. سليم، أمهات المغرب والوطن العربي كلهن أمهاتك. شكرا لك على كل شيء يا بطل.